نظام في العالم لا يمارس هذه الطريقة. كان عنده فرصة كبيرة جدا للإصلاح في درعا، لو حبس ابن خالته عاطف نجيب وحاكموا على الجريمة التي اقترفها بتقليع أظافر الأطفال وبفتح النار على آبائهم لما ذهبوا، كنا خلصنا. يعني أنت لا كان قدر كان قدر أن يحتوي، كان قدر أن يحتوي الثورة، كان قدر أن يحتوي غضب المواطنين. خرج بخطاب بعد 3 أيام دماء الناس لم تجف، وخرج يضحك أمام البرلمان ولا بدون خجل، بدون أن يقدم واجب تعازي بالشهداء بدرعا وابن خالته اللي قتلهم. وراح وفد الاهالي بجوبر بيقولوا له ليش ابن خالتك برا السجن؟ بيقولوا ما حدا رفع عليه دعوه. ما في شيء بالقضاء اسمه دعوه. الحق العام لما مجرم مثل ابن خالته عاطف نجيب بيقتل حدا، الحق العام يتحرك والنيابه العامه تسير دعوه وتضعه في السجن. للاسف يتصرف كمزرعه، وهذا كان محور كلام بثينه شعبان. قضينا على 90% من التظاهرات، ارجوكم غطونا 10. هي قالت قضينا قالت سيطرنا على الوضع تماما. بالمناسبه هذه كمان اسطوانه يرددها بعض المفكرين اللبنانيين بين قوسين، كلمه تسأل وكلمتين خلصت. سمعنا هالكلام، خلصت من 6 أشهر ولسه ما خلصت. ما بعرف قديش بدها. أنا بسألك، هناك من يقول للشعب السوري: أيها الشعب السوري، إن من ينجز نصف ثورة كمن يحفر قبره بيده. أيها الشعب السوري، إن من ينجز نصف ثورة كمن يحفر قبره بيده. أيها الشعب، إذا عدت الآن إلى بيتك فابشر ب100 سنة من الذبح والقتل والاستبداد. يقولون إنه النظام الآن في جورة، يقع في حفرة، وهو محاصر داخليا وخارجيا وكل شيء، مع ذلك يفعل الأفاعيل بالشعب السوري. كيف لو خرج من هذه الحفرة؟ ماذا سيفعل بالشعب السوري؟ ومعروف عنه أنه سينتقم شر انتقام. شر انتقام، هكذا يقول السوريين. ثانيا يقول لك هذا الشعب السوري، دقيقة هذا كلام السوريين، أنا ما بتدخل بس بدي أعطيك إياه. يقولون إذا أصبح الذئب ذات يوم نباتيا، يعني صار يتحول من الأكل اللحم إلى أكل شو اسمه، إلى أكل النبات أو والفجل، هذا النظام ينصلح أمره. هذا النظام لا ينصلح، لأنه عقليته عقلية دم، عقلية مخابرات، عقلية أمن، عقلية قتل، عقلية دوس الناس، لا يحترم. بقول لك نازية، النازية لم تشهد.